السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي واخواتي الصغيرين، كل سنة وانتم طيبين ويا رب تكونوا كويسين. معاكم مستر محمد المصري، والنهاردة هناخد مع بعض أول حصة في مادة الانتجريتد ساينس، حصة تعريفية بتعرفك يعني ايه مادة انتجريتد ساينس وبتعرفك بتتكون من ايه. يا رب ان شاء الله تكون السنة دي سنة سعيدة عليك، ويا رب تكون سنة مليئة بجبر الخواطر، وان شاء الله تطلع منها شاطر وتبقى واثق من نفسك عشان تقدر توصل لسنة تانية وانت واثق من نفسك ومتأسس كويس في سنة أولى ثانوي. قبل ما نتكلم عن الحصة بتاعتنا، أنا عارف إن أنت دلوقتي اتحطيت ما بين اختيار صعب. الاختيار ده اللي هو ما بين نظامين، نظام البكالوريا أو نظام ثانوية عامة. دلوقتي أنا هقول لك رأيي الذي ليس له أي قيمة على الإطلاق، ولكن هقول لك رأيي من وجهة نظري أنا. عايز أقول لك إيه أحسن بالنسبة لك أو إيه أحسن في العموم، وعايز أطمن قلبك برضو من ناحية النظامين. صلى على النبي. دلوقتي انت واحد قدمت خلاص في المدرسة، الحصة دي تقريبا نزلت وانت خلاص التقديمات كانت بدأت وانت قدمت في المدرسة. دلوقتي انت اخترت بكالوريا او اخترت ثانوية عامة. عايز اقول لك على حاجة واطمن قلبك بيها، ان ربنا اللي انت اخترته، ربنا هو ده الخير، ربنا حاطط لك الخير فيه. يعني ايه ربنا حاطط لك الخير فيه؟ ربنا بيختار لكل واحد المكان اللي يقدر يأدي فيه. يعني لو انت اخترت بكالوريا فربنا عارف ان انت هتقدر تأدي فيه بكالوريا، ولو انت اخترت ثانوية عامة فربنا برضو واثق ان انت هتقدر تأدي فيه ثانوية عامة. فالاختيار اختيار، انا عارف ان هو اختيار صعب، انت لسه طالع من تالتة اعدادي بتقول يا هادي لقيت نفسك ما بين اختيارين. فعايز اطمن قلبك واقول لك ان مهما اخترت فربنا بيحطك في المكان اللي انت تنفع فيه. يعني انت كان ممكن تختار بكالوريا، انت اخترت ثانوية عامة، دلوقتي ممكن تختار بكالوريا فتلاقي نظام البكالوريا صعب عليك. او لو انت كنت اخترت بكالوريا وهتختار ثانويه عامه، ممكن انت لما اخترت بكالوريا هو ده النظام اللي انت هتنفع فيه، فتلاقي نفسك في ثانويه عامه انت مش نافع. فمهما اخترت النظام ده او النظام ده، عايزك تعرف حاجه، ان في النظامين انت لازم هتتعب جدا 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 عشان تقدر توصل للي انت عايزه. وعايز اقول لك ان انت مهما كنت في ثانويه عامه او في بكالوريا، فانت في الحالتين انت ممكن ربنا لو كاتب لك تخش طب هتخش، يا اما من بكالوريا يا اما من ثانويه عامه. النظام اللي انت اخترته ان شاء الله هو اللي ربنا كاتبه لك، هو اللي هيحصل في الاخر. فطمن قلبك يا صديقي، ومش عايزك تبقى تعبان نفسيا من الاختيار او تزعل ان انت مثلا اخترت بكالوريا فتقول لا ده ثانويه عامه طلعت احسن، او العكس. اللي انت اخترته خليك واثق في ربنا ان ربنا بيختار لكل واحد الاحسن ليه. تمام. هحكي لك على حكايه بسيطه قبل ما نبدا المنهج بتاعنا. هقول لك على حكايه بسيطه وحصلت معايا انا بالذات. الحكايه ان انا كان نفسي اخش كليه علوم وانا في ثالثه ثانوي. ذاكرت وتعبت وعملت اللي عليا، وفي الاخر جبت درجه تعتبر اقل من كليه علوم ب1%. طبعا ساعتها كنت زعلان جدا، هو انا ليه ما وصلتش لكليه علوم مع ان انا تعبت وذاكرت وسهرت كتير عشان اقدر اوصل للكليه اللي انا عايزها. فربنا كرمني ودخلت كليه التربيه اللي انا منها طلعت مدرس زي ما انت شايف. والحمد لله اول ما دخلت كليه التربيه لقيت عندي معلومه ان انت ينفع بعد ما تخلص كليه التربيه ينفع تكمل كليه علوم بعد ما تخلص كليه التربيه. فدي طبعا معلومه ما كانتش عندي بعد ما خلصت ثانويه عامه، ما كانتش عندي وانا داخل كليه التربيه، ولكن ربنا حطني في المكان ده علشان انت تشوفني دلوقتي وابقى من المدرسين الحمد لله اللي ناجحين، واللي فيه طلبه كتير طلعت اوائل المحافظات واوائل الادارات بتاعتها، والحمد لله اتفرجوا علينا ووصلت لهم معلومات في خلال ال6 أو ال7 سنين اللي فاتوا. فعايز اقول لك ان ربنا حطني في المكان ده عشان لقاني انفع في المكان ده. فنفس الكلام انت سواء اخترت بكالوريا او ثانويه عامه، فتاكد ان ده الاختيار اللي ربنا واثق ان انت هتنفع فيه. تمام. نبدأ بقى صديقي بداية المنهج بتاعنا او بداية التأسيس بتاعنا. اول حاجة اللي انت شايفها قدامك دي كانت المراجعة النهائية السنة اللي فاتت في مادة الانتجريتد ساينس. كنت عامل لهم خريطة ذهنية كده، كانت ملخصة المنهج كله في يعتبر 6 أو 7 صفحات. ال6 أو 7 صفحات دول طبعا احنا مش هنشتغل منهم دلوقتي، ولكن حابب ان انا اعرفك على المنهج كله من خلال ال6 أو ال7 صفحات دول.
اولا كده المنهج بتاعنا بيتكون من 4 شابترز. الشابتر الاول لوحده بيتكلم عن الووتر، وبيتكلم عن الووتر في 9 ليسون، 9 دروس. 9 دروس بتتكلم عن الميه لدرجه ان انت هتكره تشرب ميه لمده شهرين 3 شهور قدام. تمام. بص كده معايا، وملحوظه قبل ما نبدا، ان شاء الله ممكن يحصل تعديلات على المنهج اللي قدامك ده. لا، التعديلات مش هتكون تعديلات كليه، يعني مش هيشيلوا الدروس كلها، لا ممكن يشيلوا جزء ويحطوا جزء تاني. هي دي التعديلات اللي ممكن تحصل، فاحنا طبعا منتظرين التعديلات عشان نبدا المنهج بتاعنا. بص كده وصلي على النبي. اول جزئيه عندي او الشابتر 1 بيتكون زي ما قلت لك كده من 9 ليسون، وبيتكلموا كلهم ال 9 ليسون عن الووتر. زي مثلا ليسون 1 بيتكلم عن الووتر وتركيب الميه ايه، وبالتالي مثلا الليسون 2 بيتكلمني عن الفيزيكال بروبرتيز اوف ووتر، ومثلا بيتكلم عن الفيشز او الاسماك اللي بتعيش في الميه، مين بيعيش على السيرفيس على السطح، مين بيعيش في باطن الميه من تحت. كل الحاجات دي بنتكلم عليها بالتفصيل في شابتر 1. فعندك شابتر 1 هنا كان اكتر شابتر موجود عندي، كان واخد يعتبر من الملزمه جزء كبير. وبعد ما بنخلص شابتر 1 لحد الليسون نمبر 9 وبعد ما بتخلص شابتر 1 لحد الليسون نمبر 9 بنخش على شابتر 2. وشابتر 2 بيكلمني عن الاتموسفير. يعني ايه اتموسفير؟ اتموسفير معناها الغلاف الجوي. الغلاف الجوي ده اللي هو بيكون موجود فيه الغازات اللي موجوده حوالينا، زي غاز الاكسجين، زي غاز الهيدروجين، زي غاز الكربون دايوكسيد. الجازز دي كلها هنتكلم عنها بالنسب بتاعتها في شابتر 2. وشابتر 2 عندي بيتكون من 4 ليسون. بعد ما بنخلص شابتر 2 يا شباب بنخش على شابتر 3. وشابتر 3 اللي هو بيكلمني عن السويل او التربه. هنتكلم بقى على طبقات التربه، والتربه بتتكون من ايه. السويل بتتكون من لاير 1 ولاير 2 ولاير 3، وهنعرف ايه اللاير اللي انا بزرع فيها وايه اللاير اللي ما ينفعش ازرع فيها. وهنتكلم عن السويل بالتفاصيل، وهنتكلم كمان عن انواع السويل زي ما انت شايف قدامك. طيب الشابتر 3 بيتكون من كام ليسون؟ شابتر 3 بيتكون من 4 ليسون. يبقى انت كده عندك 9 و4 و4 ناقص شابتر 4 اللي هو الشابتر الاخير، بيتكون من اللي هو اسمه environmental sustainability، استدامة البيئة. استدامة البيئة، وهنعرف يعني ايه استدامة البيئة دلوقتي. شابتر 4 عندك بيتكون من 3 ليسون. فلو جيت جمعت كل الليسونز اللي موجوده عندك هتلاقي عندك 20 ليسونز. فانت دلوقتي هتتخض، هتسمع كلمه 20 ليسون هتتخض. هو يا مستر هناخد 20 ليسون في ماده الانتجريتد ساينس؟ يعني احنا كده محتاجين 20 حصه؟ هقول لك لا، خلي بالك ان ماده الانتجريتد ساينس هي فيها 20 درس، ولكن في دروس منها بتكون صفحه واحده. فاكيد الدرس اللي هو صفحه واحده ده مش هناخده في حصه لوحده. يعني احنا ممكن ان شاء الله كل حصه هنقسم لك الدنيا بحيث ان احنا نوازن ما بين الدروس كلها. هديك مثلا في حصه درسين، وفي حصه تانية 3 دروس، لان انا شايف ان ال3 دروس دول صغيرين ينفع ناخدهم مع بعض. فهيبقى مجموع الحصص بتاعتنا ان شاء الله خلال الترم 12 حصه. طبعا لو انت مشترك معانا على المنصه فهتلاقي في حصص زياده بتنزل لك، زي حصص التقييمات الاسبوعيه. التقييمات الاسبوعيه اللي بتنزل من الوزاره بحلها معاك، لان التقييمات دي مهمه جدا يا صديقي، وبيجي منها امتحانات الشهر وبيجي منها امتحان اخر السنه. تمام. وطبعا هزود لك حصص على المنصه بحيث ان احنا نراجع على كل شابتر بنخلصه. اول ما نخلص شابتر 1 هنعمل لك حصه شامله شابتر 1، مراجعه شامله على شابتر 1، ونفس الكلام في شابتر 2 لحد شابتر 4، زائد المراجعات النهائيه اللي هنعملها ان شاء الله في ليالي الامتحان. تمام. طيب خلي بالك يا صديقي ان مادة الانتجريتد ساينس من المواد اللي فيها مصطلحات كتير جدا جديدة عليك. يعني ايه جديد عليك؟ يعني انت محتاج في المادة دي ان انت تحفظ كلمات جديدة وكتيرة. يعني مثلا احنا عندنا في شابتر 1 مثلا اللي هو بيتكون من لاين ليسون، هتلاقي عندك كلمة adaptation يعني تأقلم. في ناس ما تعرفش يعني ايه adaptation. هتلاقي عندك كلمات زي chemical compound، زي مثلا كلمة عندك مثلا كلمة
ثواني كده، يعني ممكن اقول لك كلمه معينه انت ما تكونش انت عارفها. ننزل هنا، عندك مثلا ووتر كارنت، عندك دانستي، عندك ادابتيشن، عندك اكواتيك اورجانيزمز، عندك ايس فيش، عندك كلمات كتير محتاج ان انت يكون عندك معلومات عنها او حافظها. فزي ما بنحفظ كلمات في الانجليش، فاحنا هنحتاج برضو ان احنا نحفظ كلمات في الانتجريتد ساينس، لان الانجليش مختلف عن الانتجريتد ساينس. المصطلحات اللي عندي مصطلحات علميه، مصطلحات علميه يعني انت محتاج تحفظ من اول وجديد. تمام. دلوقتي هنبدأ ناخد نبذة عن الليسون 1 في شابتر 1، وده مش هناخده طبعا من هنا، احنا هناخده من الكتاب بتاعنا. وخلي بالك الكتاب بتاعنا ده عشان نعمله السنة اللي فاتت كان منهج الانتجريتد ساينس نزل قبل الدراسة بأسبوع، ونزل بالعربي كمان، يعني ما كانش فيه أي كتاب خارجي. الكتب الخارجية كلها السنة اللي فاتت نزلت في شهر 10 اللي هي الخاصة بمادة الانتجريتد ساينس. بس احنا الحمد لله عملنا مجهود جامد وسهرنا كتير جدا انا والتيم بتاعي عشان نقدر نعمل لك الكتاب، وخلص في وقت قياسي. يعتبر الدراسة كانت بدأ 20/9، فمثلا الكتاب الخارجي نزل 15/10 او 20/10 بعد الدراسة بشهر. انا عملت الكتاب تقريبا على اول شهر 10 كنت مخلص الكتاب بتاعي. سهرت وعملنا انا والتيم بتاعنا، قسمنا الكتاب وعملناه بشكل كويس يقدر الطالب ان هو يفهم منه باذن الله. تعالى كده نبص مع بعض على الكتاب بتاعنا وعلى الجزء الاول من شابتر 1. الكتاب اهو موجود هنا. طيب الجزء الاول من شابتر 1 عايزك تركز معايا بقى، تعمل كوبايه شاي. دلوقتي احنا خلاص خلصنا المقدمه بتاعتنا، احنا بدانا الحصه. انا وانت عايز نكون بمفردنا، يعني انت تكون في اوضه كده قاعد لوحدك ومش عايز يكون جنبك دوشه، اخوك بيضرب اخوك التاني او اختك بتشد في شعر اختها التانيه. عايزك بقى ايه؟ مالكش دعوه باي حاجه، عايزك تركز معايا ومالكش دعوه باي حاجه. باذن الله هتطلع من الحصه كل معلومه هقولها في الحصه فهي معلومه هتوصل لك وهتخش دماغك، ودي ثقه في الله، ودي ثقه، ده مش غرور، دي ثقه في الله. لان احنا كان عندنا طلبه كتير والحمد لله الطلبه بتاعتنا بالنسبه ان ده كان منهج جديد السنه اللي فاتت، الطلبه بتاعتنا مفيش طالب قل عن ال50 من 60. مفيش طالب من اللي كانوا عندنا الحمد لله وبفضل الله وبكرم ربنا محدش من الطلبه اللي عندنا قل عن 50 من 60. فعايزك تركز معايا وملكش دعوه باي حد، تعمل كوبايه شاي، حصه لذيذه خفيفه مش هطول عليك. بص معايا وصلي على النبي كده. الجزء الاول بيكلمني عن زي ما قلت لك شابتر 1 بيكلمني عن الووتر. حلو. دلوقتي انا محتاج اعرف الووتر بتتكون من ايه، محتاج اعرف الووتر اصلا عبارة عن ايه، محتاج اعرف الووتر دي موجودة فين. تمام. صلى على النبي. اول حاجة كده يا شباب ان الووتر المفروض ان انت عارف ان هي موجودة في 3 ستيتس، 3 حالات. الحالة الاولى اللي هي الحالة السوليد، والحالة الليكويد، والحالة الجاز. الحالة السوليد لما بتكون المية عبارة عن ايس، تلج. الحالة الليكويد اللي هي الووتر بتكون ووتر عادية اللي احنا بنشربها. والحالة الجاز لما المية بتكون ووتر فيبور، يعني بخار مية، المية بتتبخر. تمام. طب حلو قوي. طب دلوقتي كل حالة من الحالات دي موجودة فين؟ خلي بالك ان احنا عندنا 4 سفيرز اساسيين، 4 اغلفة موجودة على الارث، على الارض موجودين اساسيين، اللي هم ايه بقى؟ اول سفير عندي حاجة اسمها الهيدروسفير اللي هو الغلاف المائي. الغلاف المائي ده من اسمه يعني بيحتوي على المية اللي موجودة في الارث. عندي كمان حاجة اسمها اتموسفير، والاتموسفير ده اللي هو الغلاف الجوي اللي بيتكون من الجازز او الغازات اللي موجودة حوالينا. عندي كمان سفير او حاجة اسمها بايوسفير اللي هو الغلاف الحيوي، والغلاف الحيوي ده اللي هو الغلاف اللي بيتكون منه الكائنات الحية. زي مين الكائنات الحية دي؟ الهيومن، الانسان، زي مثلا الانيمال، وزي البلانتس، نباتات. تمام. عندك اخر سفير موجود عندك اسمه جيوسفير اللي هو الغلاف الصخري او الغلاف الارضي اللي بيكون عندي الصخور والارض اللي موجوده عندي على الارث. تمام. طب دلوقتي يا مستر هل كل حالات الميه، كل الستيتس بتاعت الووتر موجوده في الهيدروسفير في الغلاف المائي؟ هقول لك لا، ركز بقى.
مش كل الحالات بتاعت الميه ينفع اقول عليها هيدروسفير. هتقول لي امال ايه بقى؟ تعال اقول لك. انت دلوقتي عندك 3 حاجات. عندك حاجة اسمها هيدروسفير، والهيدروسفير هنا لما المية بتكون ووتر عادية، ووتر اللي احنا بنشربها، تمام. اما الميه في حاله الاتموسفير او الغلاف الجوي، لما الميه تتبخر، لما تكون ووتر فيبر. لما الميه تبقى ووتر فيبر يا شباب، ساعتها بيكون في حاله الاتموسفير في الغلاف الجوي. اما الميه لما بتكون ايس، تلج، فساعتها بتكون من غلاف اسمه كرايوسفير. هتقول لي يا مستر انت قلت لي في 4 اغلفه بس، ما جبتليش الكرايوسفير ده اصلا. هقول لك لان الكرايوسفير ده غلاف فرعي ملوش دعوه بالاغلفه اللي فاتت. فالكرايوسفير اسمه الغلاف الجليدي. الغلاف الجليدي. فالميه لما بتكون ايس بتكون في حاله الكرايوسفير في الغلاف الجليدي. يبقى انت عندك 3 حالات موجوده فيها الميه، 3 ستيتس. اول حاله اللي هي الووتر بتكون موجوده في الهيدروسفير الغلاف المائي. اما الحاله الثانيه الووتر فيبر بخار الميه بتكون موجوده في الاتموسفير الغلاف الجوي. اما حاله الايس اللي هي الحاله السوليد بتاعت الميه بتكون موجوده في الكرايوسفير الغلاف الجليدي. في اي مشكله في الكلام ده؟ لا مفيش. تمام. نخش على الجزئيه اللي بعدها. بص بقى فوق هنا كاتب لك ايه. خلي بالك ان احنا جسمنا كله بيتكون من حاجه اسمها سيلز، خلايا. سيلز معناها خلايا. اجسامنا واجسام الحيوانات واجسام حتى النباتات كلنا بنتكون من سيلز. واي سيل بيكون ليها حاجه اسمها ممبرين، غشاء. الغشاء ده اللي بيفصل السيل عن اللي حواليها من بره. تمام. طيب الممبرين او الغشاء اللي هو بتاع الخليه بتاع السيلز ده بيعمل ايه؟ الممبرين بيعدي الميه منه ويدخلها جوه السيل. ركز تاني، الممبرين الغشاء بيعدي الميه ويدخلها جوه السيل. طب وبعد كده السيل بتاخد من الميه النيوترينتس، العناصر الغذائيه، ويبدا بعد كده الممبرين يعدي الميه ويطلعها بره تاني. الميه فيها عناصر غذائيه، انا عايز اخد النيوترينتس من الميه، اعمل ايه؟ الغشاء اللي عندي اللي هو الممبرين هيعدي الووتر جوه السيل، هيعدي الووتر جوه السيل. وبعد ما الووتر تعدي جوه السيل ايه اللي هيحصل؟ السيل هتسحب من الووتر النيوترينتس بتاعتها او العناصر الغذائيه، وتبدا الميه تطلع بره تاني على هيئه نفايات. الميه بقى لما بنخرجها تاني. تمام. يبقى انا كده عرفت فايدة المية ايه. المية فيها عناصر نيوترينتس، عناصر غذائية، باخدها عن طريق ان الممبرين بيدخل المية ويخرجها تاني. حلو قوي. فكاتب لك اهو all forms of life have membrane. عندها غشاء. عندها ايه؟ عندها غشاء. الغشاء ده بيكون حوالين السيل، فبيقول لك separate، بيفصل الاورجانيزم، بيفصل الكائنات الحيه عن السراوندنج بتاعها. بص بقى الممبرين بيعمل ايه؟ allows passage، هيسمح بمرور الووتر from the environment. انا خلاص شربت ميه، فلما شربت ميه الممبرين هيسمح بمرور الميه من الانفايرمنت عشان اخد منها النيوترينتس، العناصر الغذائيه، وبعد كده بطلع الميه تاني على هيئه ويستس، على هيئه نفايات. جميل جدا. يبقى انا كده عرفت فايده الميه. ولما بشرب ميه ايه اللي بيحصل؟ الممبرين بيعديها، باخد منها النيوترينتس، بتطلع تاني على هيئه ويستس، على هيئه نفايات، بنخرجها بعد كده. تمام. وطبعا الجزء اللي فوق ده اللي انا قلت الميه في 3 ستيتس، سوليد وليكويد وايه وجاز. ننزل تحت بعد كده. عندك بعد كده بيكلمني عن الهيدروسفير. خلي بالك يا شباب ان الميه طبعا عندنا مسطحات مائيه كتير زي الاوشن، زي السي، زي الريفر، كل الحاجات دي موجود فيها ميه. طيب الميه بتمثل قد ايه من الارث؟ ركز معايا. عندك دلوقتي لو اعتبرنا ان دي الارث وجينا قسمناها، هقول لك ان انا هقسمها للجزئيه دي. كل الجزئيه دي تعتبر ووتر، اللي هي قد ايه؟ 70%. 70%
من الإيرث تعتبر بتتكون من هيدروسفير من غلاف مائي. أما 30% بس 30% اللي هي الغلاف الصخري أو الأرض اللي احنا قاعدين عليها والأرض اللي احنا بنمشي عليها. يبقى الأرض معظمها تعتبر هيدروسفير أو غلاف مائي. أما 30% عبارة عن الأرض اللي احنا عايشين عليها. دي تقسيمة الأرض. حلو قوي. طب وبعدين دلوقتي انا عرفت خلاص ان الووتر 70%. هجيب الووتر اللي هي 70% هاخدها كلها كده على بعض واجيبها. خلاص انا خدت ال 70 اهو هجيبها. ما تيجي نشتغل على الوايت بورد. تعالى كده نشتغل على الوايت بورد اشرح لك الحته دي. بص كده. طيب نشتغل بقى على الوايت بورد كده واشرح لك الحته دي. انا قلت لك خلاص ان الارث كلها ايه موجوده عندي، منها جزء 30% يعتبر الجزء بتاع الارث، وال 70% اللي هو الجزء بتاع الهيدروسفير الغلاف المائي. تمام. هاخد بقى الجزء بتاع الغلاف المائي ده اللي هو ال 70% هاخده كله على بعض. طب لما اخده كله على بعض انا كده خصصت الميه بس. انا عايز الميه بس دلوقتي، الميه بس في ايدي. الميه كلها اي حاجه لما تكون كامله بتكون قد ايه؟ 100%. يبقى انا كده بتكلم عن الميه لوحدها. الميه لوحدها لما اخصصها لوحدها كده هتكون 100% اللي هي ميه. الميه كامله قدامي اهو. طب الميه بعد كده هقسمها لايه بقى؟ الميه يا اما سولت ووتر يا اما فريش ووتر. الميه يا اما سولت ووتر يا اما فريش ايه؟ فريش ووتر. حلو. السولت ووتر قد ايه؟ ركز كده معلومه هتستغرب منها. هقول لك ان 97% من الميه تعتبر سولت ووتر، ميه مالحه. اما الفريش ووتر 3% بس. يعني انت عندك 8 مليار انسان زائد الحيوانات زائد النباتات، كلنا بنشرب من 3% بس، 3% بس من الميه اللي موجوده في الارث كله. طبعا دي معلومه هتستغرب منها. المعلومه اللي جايه هي الاغرب. في اغرب من كده هقول لك تعالى بقى اوريك الاغرب ايه. انا هاخد الفريش ووتر اللي هي 3%. الفريش ووتر 3% اهي. هقول لك بقى ان الفريش ووتر كمان بتتقسم لحاجتين. هتقول لي ايه هم؟ تعالى بقى اقول لك. بص كده، هتتقسم الى الجزء اللي هو كرايوسفير الغلاف الجليدي، والكرايوسفير هنا بيكون 2% من قيمة الفريش ووتر، و1% بس 1% بس يعتبر هو الووتر بتاعتي اللي انا بشرب منها. يعني كلنا بنشرب من 1%، 1% من المية اللي موجودة على الارض كلها. وال2% دول عبارة عن الايس اللي موجود في القطب الشمالي والقطب الجنوبي. الايس التلج اللي موجود في القطب الشمالي والقطب الجنوبي يعتبر ميه عذبه فريش ووتر. تمام. بيمثل قد ايه من الفريش ووتر؟ 2%. لكن الووتر اللي هي موجوده في الريفرز بقى والاندر جراوند ووتر، المياه الجوفيه والمياه العذبه الثانيه، كل ده بيمثل 1% بس اللي احنا بنشرب منه. يعني احنا كلنا ككائنات حية سواء إنسان أو حيوان أو نبات بنشرب من 1% بس من كمية المية اللي موجودة على الإيرث كلها. يبقى تاني، الإيرث بتتقسم لحاجتين، لووتر اللي هي هيدروسفير وإلى جيوسفير اللي هو الغلاف الأرضي. فقد إيه بقى الهيدروسفير بتاعي؟ 70%. قد إيه الغلاف الأرضي بتاعي؟ 30%. طب لو هاخد المية كلها ل 100% هقسمها لإيه؟ هقسمها لحاجتين، سولت ووتر ودي نسبتها 97%، وفريش ووتر اللي هي نسبتها 3% او 3%. ال3% بتوع الفريش ووتر هيتقسموا الى جزء جليدي كرايوسفير 2%، والجزء بتاع الووتر اللي بنشرب منه كلنا 1%. دي حبة ارقام كده المفروض ان هي عليك، والمفروض ان الطلبة بتاعت السنة اللي فاتت حفظتها معانا. تمام. نرجع للكتاب بتاعنا تاني. الكتاب بتاعنا طيب حلو. بص كده، الكلام اللي انا قلته طبعا كله مكتوب عندك في الكتاب اهو، ان الووتر كفرز
70% وان الارث بتمثل 30% بس. طب الميه 97 منها يعتبر سولت ووتر اللي هو موجود في الاوشنز والسيز والسولت ليكس، اما بيقول لك 1% بس يعتبر فريش ووتر اللي موجوده في الريفرز والفريش ووتر ليكس والجراوند ووتر. بص بقى كده كاتب لك الفروزن ووتر، الميه التلج الفروزن ووتر بتمثل 2%، بتمثل 2 في الايه؟ في المية. يبقى 97% سولت ووتر، 1% الفريش ووتر، بس الفريش ووتر اللي موجوده في الريفرز والجراوند ووتر والليكس، اما الفروزن ووتر بتمثل 2% 2%، التلج اللي موجود في القطب الشمالي والقطب الايه؟ الجنوبي. تمام. الجزء اللي بعده عايز طبعا هنا بيقول لك ان الووتر فيبور موجود في حاله الجازز ستيت يعتبر من الاتموسفير، الكلام ده انا قلته، والكرايوسفير بيمثل الفروزن ووتر او المياه المتجمده. لما تكون ايس يبقى انت كده في الكرايوسفير او الغلاف الجليدي. يبقى انت عندك زي ما قلت لك قبل كده الميه موجوده في 3 حالات، سوليد وليكويد وجاز، سوليد وليكويد وجاز. السوليد موجوده في الكرايو سفير الغلاف الجليدي، اما الليكويد موجوده في الهيدرو سفير الغلاف المائي، اما الووتر فيبور اللي هو في حاله الجاز، في حاله الغاز لما الميه بتتبخر بتكون موجوده في الاتموسفير الغلاف الجوي مع الغازات اللي موجوده في الغلاف الجوي. تمام. نخش على الجزئيه اللي بعدها. يا رب تكون مركز، مش عايزك تسرح مني بالله عليك، بالله عليك مش عايزك تسرح مني. كوبايه الشاي خلصت، روح اعمل كوبايه غيرها واعمل لي معاك عشان انا تعبت. بص كده، طبعا الحمد لله يعني ابتدينا السنه وربنا يعني ابتلاني كده بجزء من مرض صغير كده في دراعي الشمال، الحمد لله، بس انا شغال الحمد لله اهو، يعني باخد مسكنات وبشتغل، بس الحمد لله دي حاجه ربنا اللهم لا اعتراض. اي حاجه بتصيب الانسان فبتشيل من الذنوب اللي عليه، فالحمد لله واديني شغال والدنيا جميله ان شاء الله. طيب في بعد كده حاجه، الجزء اللي بعده حاجه اسمها ووتر سايكل، والووتر سايكل دي انا هرجع للوايت بورد تاني عشان اشرحها لك. بص كده، صلي على النبي. بص كده، الووتر سايكل اي حاجه في الكون بتتحرك، اي حاجه ربنا خلقها في الكون بتتحرك. انت بتتحرك وانا بتحرك والميه بتتحرك والحيوانات بتتحرك والنبات حتى بيتحرك. تقول لي النبات ما هو ثابت في مكانه، هقول لك لا، ما هو الهواء بيجي يحركه يبقى بتتحرك. الهواء بيتحرك، تمام. هتقول لي طب يا مستر هي الووتر بتتحرك ازاي؟ هقول لك تعالى اقول لك. بص كده، اول حاجه الووتر موجوده عندي مثلا في السي، في البحر، ادي سي اهو بحر. الشمس اللي ربنا انعم علينا بيها بتبدا ان هي تنزل على الميه وتبخرها. لما الشمس بتنزل على الميه بتتبخر، بتطلع للاتموسفير، بتطلع فوق، يحصل لها حاجه اسمها كوندنسيشن، تكثيف، فتكون لي الكلاودز، السحب. يبقى تاني البحر اهو، الشمس نزلت عليه، الميه الووتر حصل لها ايفابوريشن، بعد الايفابوريشن حصل حاجه اسمها كوندنسيشن. كوندنسيشن معناها تكثيف، فلما الميه بتتكثف بتكون لي الكلاودز، السحب. بعد كده الكلاودز بتعمل ايه؟ الكلاودز بتبدا تتساقط منها الميه الامطار، وبعد كده ترجع للسي تاني. يبقى الميه كده اتحركت. اللي انا رسمته ده حاجه اسمها ووتر سايكل. ووتر ايه؟ ووتر سايكل. ركز يا ابني، ركز يا حبيبي، الدنيا سهله ان شاء الله، وان شاء الله انا واثق ان الاجزاء اللي فاتت كلها مفيش حاجه وقعت منك باذن الله، ولو حاجه وقعت منك ارجع بالفيديو شويه، اكيد ما كنتش مركز، وان شاء الله هتبدا ان انت تستعيد معايا الجزء اللي فات. طيب يبقى انت عندك الووتر سايكل، عندي 3 عمليات بتحصل. ايه هما؟ اول حاجه بتحصل عمليه ايفابوريشن. ايفابوريشن معناها تبخير، الميه بتتبخر من البحر وتطلع فوق، تعمل كوندنسيشن. كلمه كوندنسيشن معناها
تكثيف، فلما الميه بتتكثف بتكون لي الكلاودز، وبعد ما تعمل لي كلاودز بتبدا ان هي تنزل وتتساقط لحد ما تكون لي ايه؟ الميه تاني وتنزل في البحر تاني. طبعا الميه لما بتنزل بتكون لي الاول ريفرز، انهار، زي نهر النيل كده. نهر النيل ده بيقع الاول الميه كلها، الامطار بتسقط على هضبه في اثيوبيا، بعد كده الهضبه دي بتوقع الميه من عليها وتمشي لحد ما توصل لمصر. طب بعد ما الميه بتوصل لمصر بتوصل اخرها فين؟ بتصب في البحر تاني. فده اللي بكلمك فيه، ان الميه هتتبخر من البحر. طب هتقول لي يا مستر سؤال، هو مش الريفر ده فريش ووتر، ميه عذبه؟ هقول لك اه. هتقول لي طب ازاي الميه اللي متكونه من الكلاودز فوق دي متكونه من ميه مالحه؟ دي ميه بحر. هقول لك يا حبيبي، هو انت فاكر ان الميه لما بتتبخر بتطلع بملحها فوق؟ اوعى تكون فاكر كده، اوعى تكون انت الطالب اللي فاكر كده. تمام؟ اكيد الميه لما بتتبخر ما بتطلعش بالملح، الميه لما بتتبخر بتسيب الملح تحت وبتطلع هي فوق لوحدها. تمام. انت لو عندك حبه ميه فيهم ملح وعايز تنقيهم هتعمل ايه؟ هتبخر الميه البخار اللي طالع ده بخار ميه بس مفيش ملح طالع، فهتلاقي الملح اترسب تحت في الحله او اترسب في الجزء اللي انت بتسخنه، والميه هي اللي اتبخرت وطلعت فوق. تمام. يبقى خلاص الكلاودز دي عباره عن فريش ووتر نزلت كونت لي الريفرز، الانهار، وبعد ما الانهار اتكونت بدات ان هي تمشي لحد ما وصلت للسي تاني، للبحر تاني. اللي انا قلته ده كله اسمه ووتر سايكل. اسمه ووتر ايه؟ ووتر سايكل. نرجع للكتاب بتاعنا تاني، مش عايز اطول عليك النهارده، انا بديك جزئيه وبعرفك المنهج ماشي ازاي. فبص كده كاتب لي الووتر سايكل 3 حالات. الووتر سايكل 3 حالات: ايفابوريشن، كوندنسيشن، تنزل تحت. ايفابوريشن، كوندنسيشن، تنزل تحت. الميه حصل لها ايفابوريشن، كوندنسيشن، تنزل ايه؟ تحت. اللي بتكلم عليه ده اسمه ووتر ايه؟ ووتر سايكل. ايفابوريشن، كوندنسيشن، تنزل تحت. ووتر سايكل، ايفابوريشن، كوندنسيشن، تنزل تحت، يبقى ووتر سايكل. تمام. الجزء اللي بعده مش هطول عليك النهارده طبعا، انا بس بديك ايه؟ نبذه عن الدرس الاول. الجزء اللي بعده بيقول لي ان انا عندي عمليتين اساسيين بيحصلوا في الووتر سايكل، ما انا قلتهم اللي هم ايفابوريشن وبريسبتيشن. دي اللي هي عمليه تجمع الميه لما الميه بتتجمع تاني. تمام. والايفابوريشن دي ان انا بحول الميه من ليكويد الى جاز. ما الايفابوريشن الميه بتتبخر بتتحول من ليكويد الى جاز. فبيقول لي الكوندنسيشن بتحول الميه من جاز الى ليكويد. الكلاودز بقى السحب هي كانت واخده بخار الميه فهتكثفه فتعمل لي ميه فتنزل على هيئه ايه؟ ووتر. تمام. عندك الترانسبورتيشن بقى اللي هي بحول اللي بيحصل فيها ايفابوريشن فروم ذا بلانتس. بص عندك حاجه اسمها ترانسبورتيشن. ترانسبورتيشن دي معناها ان الميه بتتبخر بس من النباتات، فعمليه اسمها عمليه النتح. هتقول لي يعني ايه يا مستر عمليه النتح دي؟ تعال اقول لك. نتح مش مهم، هي نتح يا شباب. بص عمليه النتح دي بيحصل ايه؟ البلانت بيجيب الميه بتاعته منين؟ من السويل. فلما الروت او الجذور بتسحب الميه بتاعتها من السويل بيبدا يحصل عمليه اسمها عمليه النتح. عندك شجره طويله، هو ازاي الميه بتطلع من الارض لحد ما توصل للشجره فوق؟ بتطلع عن طريق عمليه اسمها عمليه النتح، اللي هي بتطلع الميه من تحت لفوق. وبعد ما الميه بتطلع فوق اللي بيحصل بتطلع على الاوراق. عارف انت الندى اللي هو بيكون ميه كده موجوده على ورقه النبات، الندى دي اللي هي الميه بقى بدات تظهر على ورقه النبات. فالميه دي لما الشمس بتطلع فبتتبخر، فالعمليه دي اسمها عمليه النتح. ان عمليه النتح هي العمليه اللي بتحصل في النباتات لما الميه بتطلع على الورقه بتعمل حاجه اسمها الندى، اللي هو الميه اللي بتكون مترسبه على الورقه. لما بتصحى الصبح بدري ورايح المدرسه الساعه 6 الصبح، لو مشيت وبصيت على الشجره هتلاقي الشجر كده عليه نقط ميه. هتقول ايه ده؟ هي الدنيا
الدنيا مطرت؟ لا الدنيا ما مطرتش، ولكن دي هي الميه اللي ناتجه عن خروجها من النبات من جوه في عمليه اسمها عمليه النتح. الشمس هتطلع هتبخر الميه دي، يبقى دي عمليه النتح اللي هي ترانسبورتيشن. تمام؟ طيب تمام. اللي بعده الجزء اللي بعده والجزء الاخير ان احنا هنتكلم عن تركيب الميه. الميه بتتكون من ايه؟ ركز معايا اخر جزئيه. الميه بتتكون من H2O، ده جزيء الميه بيتكون من H2O. حلو. ال H2O اللي هي 2 هيدروجين و1 اكسجين. هتقول لي طب يا مستر هسألك سؤال، لو جيت قلت لك هو الموليكيول بتاع الووتر اللي هو جزيء الميه، جزيء الميه ده الحجم اللي فيه مين اكبر؟ هل حجم الهيدروجين ولا حجم الاكسجين؟ هتقول لي يا مستر لا حجم الهيدروجين اكبر. ليه؟ لان الهيدروجين 2 والاكسجين 1. اقول لك انت كده تمام، انت كده صح. بص كده كاتب لك ايه؟ كاتب لك ان لو احنا قارنا ما بين الهيدروجين والاكسجين فالريشيو هتكون 2:1 بالنسبه للفوليوم للحجم. خلي بالك انا بكتب الرقمين دول، الرقم الاول بيكون للكلمه الاولى والرقم الثاني بيكون للكلمه الثانيه، عشان في مصيبه حصلت السنه اللي فاتت في كتاب الوزاره وكان عاكس الكلمتين، كان كاتب لك الاكسجين اند هيدروجين وكاتب لك 2:1، يبقى كده غلط. لو هو قال لك الاكسجين الاول يبقى هقول له 1:2. لو قال لك اكسجين اند هيدروجين، لكن قال لي الهيدروجين الاول، الهيدروجين فيه كام؟ 2، يبقى هيدروجين الاول 2 والاكسجين بكام؟ ب1، يبقى لازم يتكتبوا على الترتيب، ما ينفعش اعكسهم. هي بقى كانت معكوسه في كتاب المدرسه بس مش مشكله، عدلوها بعدها بفتره. طيب ده بالنسبه لمين؟ للفوليوم، للحجم. عندي بعد كده حاجه اسمها ماس، كتله. بالنسبه للماس هتقول لي يا مستر طبيعي ان الهيدروجين في منه 2، يبقى الهيدروجين الماس بتاعته اكبر من الماس بتاعت الاكسجين. هقول لك لا غلط. هتقول لي ليه؟ هقول لك تعالى، المعلومه دي مش عندك في المنهج ولكن انا هقول لك عليها، اللي هي ايه بقى؟ تعالى نرجع للوايت بورد تاني. بص معايا، صلي على النبي. اول حاجه الاكسجين المفروض ان هو بيتكون من 8 الكترونز and 8 بروتونز. الالكترونز والبروتونز في منهم 8، يعني المفروض ان حجم الاتوم بتاعت الاكسجين كبيره، او سوري الماس بتاعت الاكسجين كبيره بسبب ان هو فيها 8 بروتون و8 الكترون. اما الهيدروجين عندها 1 الكترون وما عندهاش ولا بروتون، ما عندهاش ولا بروتون. طب طالما هي ما عندهاش ولا بروتون يبقى ايه؟ يبقى انت كده عندك دي 8 بروتون وهنا مفيش اصلا بروتون، نو بروتون. يبقى مين اكبر؟ الاكسجين. يبقى لو انا جمعت الاتنين دول على بعض الماس بتاعتهم هتعتبر ولا حاجه بالنسبه للماس بتاعت الاكسجين، لان الماس بتاعت الاكسجين عنده 8 بروتون، اما الماس بتاعت الهيدروجين ما عندهاش ولا بروتون، دي عندها 1 الكترون بس. فبيقول لي ايه بقى؟ ان الماس بتاعت الاكسجين، الماس بتاعت الاكسجين جوه جزيء جوه جزيء الووتر، جوه جزيء الميه، الاكسجين بيمثل 88.89%، 88.89%. يعني يعتبر الاكسجين لوحده الماس بتاعته تعتبر واخده 88% من الماس بتاعت الميه. اما الهيدروجين، الماس بتاعت الهيدروجين يا شباب، الماس بتاعت الهيدروجين 11.11%، يعني الماس بتاعت الهيدروجين بالنسبه للووتر كلها 11.11 بس. تمام. يبقى انا كده تاني، الماس غير الفوليوم. لو اتكلمت عن الفوليوم فالفوليوم لو الهيدروجين الاول وبعد كده الاكسجين على الترتيب، الهيدروجين 2 والاكسجين كام؟ 1، يبقى اقول له 2:1. اما لو بتكلم دلوقتي عن الماس هقول لك ان الماس بتاعت الاكسجين اكبر. ليه دي مش عندك ولكن انا بشرح لك ليه. اكسجين عندها 8 بروتون، الهيدروجين ما عندوش ولا بروتون، فعشان كده الاكسجين نسبته في الميه 88.89%، اما الهيدروجين نسبته 11.11%. يا رب تكون فهمت الحته دي كويس.
في اي مشكله؟ لا. طب اخر جزئيه بقى برضو هشرحها على الوايت بورد. هو الميه بتتكون من ايه؟ من واحده اكسجين وكم هيدروجين؟ 2. الانجل الزاويه اللي ما بين الهيدروجين دي والهيدروجين دي، بص كده، انا عشان اربط الاكسجين بالهيدروجين بيكون عندي حاجه اسمها بوند، رابطه، ونفس الكلام الاكسجين مع الهيدروجين هنا في بوند، رابطه. الانجل ما بين البوند دي والبوند دي، ما بين الرابطه دي والرابطه دي، الانجل هنا 104.5. 104.5. الانجل دي كانت حفظ. الانجل ما بين الهيدروجين والهيدروجين زي ما انت شايف، الاكسجين في النص، هنا في هيدروجين وهنا في هيدروجين. الانجل ما بين الهيدروجين والهيدروجين 104.5. 104.5 دي الانجل اللي عندي. تمام. يبقى احنا خدنا ايه النهارده بسرعه؟ خدنا اول حاجه الثري ستيتس بتاعت الووتر، كل ستيت موجوده في ايه، في كرايوسفير او هيدروسفير او اتموسفير. خدنا ان الووتر بتخش جوه الممبرين وبناخد منها النيوترينتس بتاعتها. خدنا التفاصيل بتاعت الميه، الفوليوم بتاعها قد ايه، فوليوم بتاع الاكسجين والفوليوم بتاع الهيدروجين، وفرقت ما بينهم. وخدنا كمان الرابطه بتاعت الووتر بكام، اللي هي 104.5. طبعا النهارده كانت حصه بتبين لك تحضير بس المنهج الانتجريتد ساينس. طبعا المنهج ممكن يتغير، فلو المنهج اتغير فاحنا ان شاء الله هنبدا في اول 9 او اول اسبوع في 9 يكون عرفنا التغييرات اللي حصلت على المنهج. حتى لو مفيش كتب فاحنا ان شاء الله بنسهر بعد ما المنهج بينزل، بنسهر على طول ونعمل لك ملزمه او شيت صغير لحد ما نخلص لك الكتاب بتاعك. يا رب تكون استفدت معايا النهارده، يا رب تكون اطمنت شويه من حوار البكالوريا والثانويه العامه. ان شاء الله اشوفكم الحصه الجايه في اول حصه. لو انت سواء انت طالب منصه او هتتابعنا، خلي بالك لو هتتابعنا على اليوتيوب ان شاء الله حصص حل التقييمات بس اللي هينزل على اليوتيوب، ولكن كشرح، الشرح ان شاء الله هينزل معانا على المنصه وهينزل معانا على المنصه. التقييمات والشرح هينزلوا على المنصه. لو عايز اي تفاصيل فهتلاقي الارقام بتاعتنا تحت، هتلاقي بيج الفيسبوك موجوده تحت، هتلاقي كمان قناه الواتساب موجوده تحت. اشترك معانا وعشان لو في اي جديد. يلا سلام عليكم واشوفكم الحصه الجايه.